مش عارف ايه الموضوع والله. انت تبقى رد فعلك اصلا بناء على كميه الحاجات الايموجيز اللي محطوطه جوه الكلام. انت مش فاهم انت مش رايح فين. فاهم. وكلمتين وقلب وكلمتين وسهم وكلمتين وبير ميه وكلمتين ومسدس وكلمتين وحته جبنه رومي. انا مش فاهم حاجه. ايه الجو ده؟ راجل زي حالاتي كده، اوكي. لما تيجي مثلا تشوف بودكاست بتاعنا، ماشي قول لي مثلا ده حلو، ده وحش، ماشي. يعني قول رايك. طيب. بس قوله بلغه افهمها. ماشي. لكن احنا بيجي لنا ردود الافعال اه يعني غير مفهومه. لا، في حاجات جامد مثلا مالها ما جامد دي يعني جامد حلو. كويس. طيب. بس هل انت خدت بالك انه دلوقتي اللغه اتدحورت لدرجه ان انت عايز توصف حاجه انها حلوه؟ اتدحورت؟ اتدحورت. ماشي. لا، اتدحورت دي من عندنا. ده اه دلوقتي مش هقول لك بقى بيتقال عليها ايه. ماشي ماشي. ما يعني هي مش اتدهورت. لا اتدهورت يعني انت عامل ميكس بين الدحضرت والدحورت. ما انا سيناريست. اوكي. في خيال. انا عندي انت خيال. عرفنا. خيال انت عرفنا. لا بس خدت بالك مثلا انا دلوقتي علشان مثلا اقول لك ان انت شخص كويس اه بشتمك. بتشتمني ليه؟ يعني اقول مين اللي لك، يشتمني ده؟ بقول لك يخرب بيتك ده انت فاهم. اه يعني تعبيري عن الحاجه او الحلوه. انت كول. لا كول انا بتروح الاول في كنت بزعل قوي من طبقه. الكلمه دي لانه بصراحه. يعني انت بتروح في انا طبقه. نشيط وحيويه وكده ليه وبريق. ليه كول كول؟ دي؟ ليه انا فاهم؟ كول. يعني مثلا انت دلوقتي متخيل انت عملت فيلم حلو مثلا، اقول لك يا استاذ يا عمرو رب يا الفيلم اخويا يا بتاعك، رب يا رب. الفيلم بتاعك كان فاجر. اه بالظبط. فاجر. اه انت متخيل يعني اه كلمه بقت عكس الموضوع يا تماما. باشا، معايا مش في اعمل لك محضه وابن فجوه. مش مش في نجمه من الحاجات. ايوه، جالي مره راي من واحده من الفانز، قالت لي انا بكراش عليك. حلو. ما هو انا في الاول ما يا كنتش شايف بختك ده يا حلو. سيدي. لا، ما هو عشان ثقافتك غير ثقافتي. اوكي. انا راجل ثقافتي فرنسيه. طيب. فبالفرنساوي عندنا كلمه كراش معناها اتف. اعوذ بالله الله يقرفك. فلما الاقي واحده بتقول لي اتف عليك، فكان لازم اراجع بقى كل التايم لاين او اي حاجه انا كتبتها في البوستات قبل كده. عايز اعرف انت استفزتها للدرجه دي ازاي؟ الدرجه دي اللي انت بعتالي في البرايفت كده وتقولي لي انا طب بكراش هي تفت عليك في البرايفت؟ طب يا عم زعلان من ايه؟ ما هقول لك، انا زعلان لانه لما فتحت البروفايل بتاعي عشان اشوف هي مين، فلقيت طبعا صور بقى اللي هي العصفوره المذبوحه والبتاع ايوه فاهم. دعاء السماء والحاجات دي. الكفر بيكتشر بتاعتها انا حبيبه احمد، حاجه سودة خالص ومكتوب عليها اصفر انا حبيبه احمد. سودة خالص يعني اللوحه سودة جايز حبيبه احمد الله يرحمه. لا مكتوب بالاصفر. احمد عايش. مكتوب بالاصفر انا حبيبه احمد. ماشي. فلقيت حبيبه احمد بتف عليا ليه، فانا كنت هضطر ان انا ادور على احمد نفسه بقى، ادور عشان اساله العصفوره بتاعتك مالها؟ بتف عليا ليه انت. ففهمت انه كراش معناها مش اتف، معناها ان انا بحبك. طب هي اصلها ايه؟ لا مش بحب يعني ما انا بسالتها قلت لها بتكراش عليا ليه؟ قالت لي ليه يعني ايه؟ قلت لها يعني ليه بتكراشي عليا؟ قالت لي عشان انا معجبه بيك. هنا حصل بقى ايه في دماغي، منين انت معجبه بيا؟ دي مجنونه بقى. انت قلت دي مجنونه بقى. اي حاجه بتحبها دي هبله بقى. ففهمت بقى ان هي قصدها لا انا بكراش عليك، انا معجبه بيك، انا بحبك. فساعتها انا كنت عايز اتصل باحمد تاني برضو، احاول الاقيه عشان اعرف انت موقفك ايه من ان هي بتحبني. يعني وهي حبيبتك اصلا. هي حبيبتك انت. فساعتها بقى يعني انا كان لو هي بتكراش عليا بالعربي انا كنت هكراش على احمد بقى بالفرنساوي. احنا مثلا زمان كنا بيقول لك ايه، عايزين نتجمع عند الكشك مثلا، تمام، ونقعد وبتاع. دلوقتي لا، بيقول لك احنا لازم نسبوت. هنسبوت. انا كنت فاكر السبوت دي الاول بيضربوا بودره. يا ريس كنت ابلغ لو ابنك يجي لك يا جماعه انا هسبوت مع اصحابي. قالوا ايوه او يتعالج. ده ابني يتعالج بقى. الواد راح يسبوت. قلت ايه دي تعالج؟ لا التانية يسكور. السكور اللي هو يشتري من الديلر. احنا السكور بالنسبه لنا ده كان ايه؟ ده كان في البينج بونج. ده السكور تعمل سكور. عملت حاجه انجاز، حاجه حلوه. ايوه. في التعليم في سكور برضو. في التعليم سكور. فكنت فاكرها الاول كده انه درجاته حلوه. ايه فرايح هو صاحبه يسكوروا. فقلت هما الاثنين ايه بياخدوا مجموعه تقويه مثلا بتاع او بيسكوروا يعني ذكر وبتاع مثلا.
الولاد ربنا يهديهم يذكروا قبل ما يذاكروا. هتلاقيهم ربنا ياخدهم رايحين يسنفوا يسنفوا. ايه اللي يعني فاهم؟ ربنا يهديهم، ربنا مش عايزين يهديهم. نجيب سيرة حد. وبعد ويكروزوا، بياخدوا عربيه يكروزوا بيها قبل ما يروحوا يسبوتوا او على فكرة- يسبوتوا الاول. على فكره خلي بالك من حاجه، ما هو في طبعا 9000 مصطلح دي يعني، بس ما هي اللغه اكيد نشأت كده برضو، يعني هي اللغه بتاعتنا دي ما اكيد كده مجمعه كده حاجات يعني. هي اللغه اتطورت اكيد، ماشي طيب. تتطور بس بتتطور في نفس الطريق بتاعها. يعني العربي بيتطور يبقى عربي برضه، بس يبقى ماشي. عربي قوي شويه، اوكي. بس احنا بيتطور يبقى انجليزي. ايوه يا باشا، مش العيال في مدارس لغات IGCK وCBC. اللي كلها حروف دي ايوه دي برضه حاجه من الحاجات الغريبه قوي. احنا حياتنا كلها برضه بقت حروف. يعني المدرسه مثلا لازم يقول لها طب ما هو الفكره بقى انه انت ليه بتدخل انجليزي عشان تبان ان انت ابن ناس؟ يعني دي برضه بس دي حاجه بتبسطني بصراحه، بتبسط عشان انا صرفت وكلفت. امال ايه الموضوع جاب امال الواد ينسى الانجليش. ما هي دي المشكله بقى، ان هو انت بتستخدم الانجليزي وانت اساسا مالكش فيها. يعني احنا برضو كان على ايامنا بنقول ايه مثلا، عايز ان انت تمق على واحده، تمق يعني ايه؟ يعني تشغلها كده. ايوه تشغلها دي اقدم. تعال نجيب بالترتيب. بالترتيب. كان في يعاكس. لا في قبلها يغازل. يغازل دي بقى ابيض واسود قوي بقى. يغازل 30. ايوه على الاربعينات في يعاكس صح كده. وبعدين في خمسينات يشاغل مش كده. بعد كده بقى احنا على ايامنا بقى قال لك يمق ومق. على ايامنا يعني احنا ايه بعد الخمسينات ستينات. لا يعني انت لطيت جيلين كده. انا لما بيجي لي دلوقتي ايموجي، ده اتضح ان كل ايموجي دي القطه بتاعتك. لا الايموجي اللي هو عارف الراس المدوره الصفراء دي، الراس المدوره تمام، اللي هي بتعبر فيها عن احاسيسك. تمام. الايموجي بقى كل واحد ليه معنى مختلف عن التاني. صح. تمام. يعني انا شاهدت خناقه بين 2 ولاد صغيرين متصاحبين، ان هو بعت لها القلب لونه بنفسجي، وما بعتوش لونه مش عارف احمر. اكيد كل لون ليه معنى. وبعدين لو عملت السمايلي فيس ده، في 50 سمايلي فيس. في اللي هو لا وفي غير وفي اللي كده في اللي كده دي. انت لو غلطت دلوقتي بقى وبعت ايموجي مش مظبوط، ولو مسحته وهي ما شافتوش، انت مسحت ايه؟ طب انت كنت كاتب ايه ومسحته؟ ده جوجل بذات نفسه هيقدر بقى يقول لك الفرق بين الايموجي ده والايموجي ده. لا يا باشا، يعني جوجل هيقول لك انت بتحب جوزاء ما تقرفنيش. هي ازمه بجد يعني اللغه بالشكل ده وقفت على دي يعني. نوصل للمرحله دي لازم تحط سمايلي فيس كده ايموجي كده بصراحه على تعليقا على هذه اللغه. خلاص. طب ما هو بناء على الحاجات دي نص المشاعر الناس خلاص، اللي انت مثلا تبقى مش عارف تعزي حد على الفيسبوك، ولا هو مبسوط ولا هو زعلان، ولا هي فرحانه بالراجل اللي جوزته ولا مش يعني مش عارف ايه الموضوع. والله انت تبقى رد فعلك اصلا بناء على كميه الحاجات الايموجيز اللي محطوطه جوه الكلام. انت مش فاهم. وكلمتين وقلب، وكلمتين وسهم، وكلمتين وبير ميه، وكلمتين ومسدس، وكلمتين وحته جبنه رومي. مش فاهم حاجه. ايه الجو ده؟ والله العظيم مبقاش فاهم اي حاجه يعني. او لا يعني الله المستعان. يعني ما ليش حاجه اقولها. عندك افاتار؟ استغفر الله العظيم. والله ما عندك. والله ما عندك. لا هو ما طارش. لا يعني انت افاتار ايه وبتاع ايه؟ افاتار ايه وما افاتارش يعني انت ما عندكش افاتار؟ ايه لا لازم عشان تبقى شخص. استنى ايوه بجد اللي هو ايوه بتلاقي واحد عامل لك تعليق فحاطط الرسمه شبهه. شفت بقى؟ شفت؟ دي اسمها افاتار. بدل ما تقعد تشرح كل ده، انت بتديزاين الافاتار بتاعك. لا بجد عايز اعرف مين اللي علم مين، ومين اللي اخترع الفكره دي وبتاع والحاجات دي كلها، وهيودينا فين بعد كده. يلا اللي ما عندكش افاتار الله يسامحك. يلا اللي من غير افاتار الله يسامحك. الله يسامحك. مش هرد عليك. وبرضه علشان نفضل دايما في السياق بتاعنا الديمقراطي، لا لازم نشوف دايما حد من الجنريشن الجديده اللي هي ايه الجنريشن الجديده اصلا. قال لك في ميلينيوم وايه في جين زي وفي جين 2 دي عربيه. جين 2 دي عربيه.
جنزي. علي جان علي ازيك عامل ايه علي؟ الفنان علي تامر ابني. انا جايب انت العيله محلق علينا بس بالعيلة. فعلي بقى مساء اللذاذ. من جين زي. انت جين زي. انا جنزي. اوكي هم جنزي جن جن عشان هنا الانجليزي بيفرق. جا عشان انت تقول جنزي. طب ايه ده يعني؟ زي جنسي الجنس لا، بتاعي مش حلو. مش يعني نخش في الموضوع. هو نخش جاي نخش في الموضوع. نخش في الموضوع. انتوا ليه مزمزقين من الجيل بتاعنا كده؟ لا مش من الجيل، احنا بنتكلم على انه اللغه في حد حاسين ذاتها- بغربة. يعني حاسين بغربة. مش عارفين نتواصل معاك. طب انا هقول لك على حاجه يعني في اللذيذ. فاهم. انتوا مشكله التواصل دي جت من عندكم انتوا مش من عندنا احنا عامه. ليه الراجل ده ابويا صح؟ ماشي. وانت عارف المعلومه دي من زمان. عارف. طيب الراجل ده لما بيقعد ساعه تايبنج على الواتساب عشان انا بقول له موضوع كبير واقعد اتكلم معاه كتير وفي سجل. لا يا ريت. لا يا ريت. مش كده. انا بتكلم معاه في موضوع مهم. فلنفترض مدرسه، فلنفترض حادثه، فلنفترض ايا كان، وهو يقعد ساعه تايبنج ايوه عشان اعمل بصباع واحد انا. يطلع بيكتب يعني مش مشكله انه بيكتب كده جمله. أوكي. يا ريت ده كتب عمل لايك. ايه اللي عاجبك في اللي انا بقوله للدرجه دي؟ هم بيمسكوا البتاع كده يقعدوا يعملوا كده اهو، فتبص تلاقيه بيعمل 50 كلمه. ما سكيلز حلوه والله. دي ممارسه. دي ممارسه. انا بحاول دي ممارسه. سكيلز. بس انت تقعد ساعه. انا اقول مهارات. لا قلت سكيلز. بس انت تقعد ساعه عشان تعمل لي لايك. طب ما كده مش جاي من عندك مش من عندي. ما خلي بالك برضه احنا الجيل بتاعنا ده احنا شفنا يا جماعه حاجات، يعني احنا كنا بنتكلم على التليفون ابو قرص، وصلنا ايه التليفون ابو قرص؟ ما اعرفش بس التليفون ابو قرص ده اللي هو البتاع اللي بيقعد يلف ده. كان طب انا تليفون. بذمتك انا عشان اتكلم طب معلش هو مين اللي صايع بقى؟ احنا مسمينه قرص، هو اسمه قرص. انت ما تقول البتاع ده. طيب تبقى انت مش عارف اسم يعني انت الحاجه. بذمتك عشان اتصل بيك لازم افضل اعمل كده؟ ايوه دي هو كل كارديو. حاجه عشان تعمل. انا اعمل بتاعتي كده اتفضل. وتراي. استنى ايه الكارديو ده رخم؟ لا ده الجيم عادي. مش مشكلة. الجيم زي. بمناسبه الجيم. ايوه بمناسبه الجيم. انتوا بتتعبونا برضه في الموضوع ده. ليه بقى؟ علشان جيماتنا دلوقتي بقت انتوا شايفينها انها مريحه وبتاع، لان بقى مثلا في دنابل وبتاع والحاجات دي كلها. دنابل اللي هي كانت دامبلز. زمان احنا كنا بنقول عايزين نسهل الدنيا بقى يعني. سهل علي سهل يا حبيبي. يعني احنا بتوعك السهره دي. احنا بتوعك دنابل. انتوا عندكم بقى على ايامكم كانت الجيمات بلدي بتاع مش عارف ايه، تشيل اسمنت والحركه ليه بقى. طب ما ده فياض بقى تفهمني ان انا عضلاتي مش تمام. لا يا حبيبي كان في السوسته الاربعه. انت بتتكلم في ايه؟ عادي عندنا كيبل العدويه. الكوزين الاسمنت والبار اللي في النص والعصايات الغليه اللي في النص ده مش بتتمرنوا بعض. ده جن بقى جت الاباصير. ده جنريشن. كنت بتتمرن البنش ازاي؟ عادي على فكره نفس الالات تقريبا ما اتغيرتش كتير. واخد بالك بس بقى يعني هو احنا كنا بنشيل بس اتقال اخف منكم شويه. بس مش ما شفت بقى المشكله من عند مين. يبقى المشكله من مين اللي اتطور. يا حبيبي احنا كنا متطورين. احنا كنا بناكل كويس. اروح الجيم ليه؟ عشان كده تبص جيلكوا جاله القلب وهو عنده 35 سنه. خلينا نتكلم. تعالى انت مش فاكر مواعيد تمشي ولا حاجه؟ خلينا بس نتكلم في اللغه دلوقتي. نتكلم في لغه التواصل. انا معاك ان اللغه فيها مشكله. ايه الكلمات طبعا اللي انت الجديد او الكلمات اللي احنا ما نعرفهاش؟ بص هقول انا همشي معاك من الحته اللي انت ذكرتها بتاعت العلاقات. ماشي تمام. عندك تعرف حاجه اسمها توكن ستيج؟ اشمعنى الحته بتاعت العلاقات؟ خلينا نسال السؤال ده. اشمعنى انت تسمع عن حاجه اسمها التوكن ستيج؟ توكن ستيج. لا استغفر الله العظيم ده لا ما يقدر. لا عادي مش فيش. هو انت دلوقتي يعني انت اللي جت قالت لك بكراش، او بالمناسبه بكراش دي ادمت ننساها. يعني مودي ليك سكه. مودي يعني ليك سكه طلبات يعني اللي هو لا يعني طيارين لا يعني اللي هو انا مثلا في يعني لا واحده تيجي تقول لي انا موديه عليك. لا انا واحد صاحبي انت مودي. لا افهمك. انا مثلا واحد صاحبي لقينا مثلا بنت مثلا قاعده في حته، فالبنت دي يعني اللي هو عجباني ده، فبقول له طب انا هقوم اودي يعني هقوم اكلمها هقوم اودي. طيب لو فاهم ازاي؟ انا رحت كلمتها وعايز تقول لها ان انت معجب بيها او انت بتكراش عليها او هي عايزه تقول لك انا بكراش عليك، بتقول ايه بقى؟ الحاجات دي ما بقتش تتقال دلوقتي. بقت تحرق وقت كتير وبقت تحرق بنزين فبقت بتتحس. ماشي ولا بتتحس يعني. هي بقت اللي هو احنا عمالين هي دي بقى التوكن ستيج. انا رحت وديت. التوكن ستيج دي اول ما تودي اوكي انت فهمني. وديت ورجعت فاضي. انت رجعت فاضي خلاص. لا انت ترجع فاضي ليه؟ امال ايه؟ ما انا ترجع فيها. ترجع برقمها، ترجع بالسناب شات. اهم حاجه السناب شات ما ترجعش. انتوا قلتوا فيسبوك؟
فيسبوك انت لسه معاك فيسبوك؟ قديم الكلام انت معاك تليفون كويس؟ طبيعوه. اكيد في حد اولى ممكن يستخدم الحاجات دي. رحت رحت وديت، ترجع بالسناب شات وترجع برقمها وترجع بالكلام ده كله ان شاء الله. بعد ما تودي تخش بقى في التوكن ستيج، تقعد تتكلم حبه اسبوع في التاني. مرحله كلام عادي يعني، بنفتح كلام، مرحله الانجذاب. يعني بنعرف كلام، هوب كلمه من هنا، كلمه من هنا، هل في توافق؟ بعدين بقى نخش اللي هو احنا بنسميه بترمي كلام. هم توكينج ستيج. بعد كده انت بقى بتخش بعدين قاعد القح بالكلام. لا مفيش تلقيح، مفيش تلقيح. انت بعد بقى التوكن ستيج بتخش في حاجه اسمها سيتويشن شيب. غير ريليشن شيب. دي غير الريليشن شيب وغير ان انت سنجل. ما انت دلوقتي انت وديت، انا وديت، انت دلوقتي رجعت بالسناب شات، ورجعت بالسناب شات ودخلت في التوكن ستيج. بدأنا سيتويشن شيب ان هي فاهم وانت فاهم، بس في استعبطوا على بعض. زي ما الاستاذه ليلى علوي قالت للاستاذ اشرف عباقي انا بستهبل وهو بيستهبل. بالظبط. ايوه بستعبط. لا انا شفت حب البنات. ايوه عليك. لا انا موجود. انا مودي في الجيل بتاعكم كويس. انا مودي في الجيل بتاعكم. تمام. مودي في الجيل. انا مودي في الجيل. ده بقى السيتويشن شيب. دي السيتويشن شيب. في السيتويشن شيب دي انت بقى تقعد. هو لازم تكونوا اجانب عشان تحبوا بعض؟ لا ليه كلها حاجات بالانجليزي؟ الجنسيه لا تشتغل. عايز مش كده قاعدين بيحبوا بقى شعره مصفر. الجنسيه قلب جيتار وبتاع. اقول لك، طول ما انت في نطاق مدينه مصر الجديده الزمالك، اتكلم باللغه دي طبيعي يعني عادي. اسمهاش نطاق بقى، اسمها في الاريا. انا اسف صح. في الاريا بتاعتك. فاشت انا وديت عنده. انا وفي بعض الاحيان تسمى الجيهه. في الجيهه. الجيهه لا دي صعيدي قوي دي تحت شويه، بس انا برضو حابب اطلع لك. بس السيتويشن السيتويشن خدتوني اللي فعلا لا اللي فعلا بنستعبط احنا الاثنين. بنستعبط. السيتويشن شيب دي يعني دي ما بتكتبش على والله لا دي ما فيش حد بيكتب على الفيسبوك يطلع من عندك شويه. بيكتبوا على ايه؟ بنكتب على يعني انستجرام ابتدى يقدم، فبنكتب على سناب شات. فبنكتب على سناب شات، بنكتب على تويتر. وتويتر بالمناسبه بقى اسمه اكس، مبقاش اسمه تويتر. اكس ده اكس القديم. حلو الكلام. وبس. فنرجع للسيتويشن شيب. بعد السيتويشن شيب بقى لا، ما هي السيتويشن شيب دي بقى فيها مرحله طويله، لان هي تنقسم لنوعين. جروب الدفعه بتبقوا عارفين بقى ان في حد في سيتويشن شيب. جروب الدفعه ده بيتعمل له ميوت اول ما نبدا السنه اصلا. احنا ما بنتكلمش، احنا بنبعت الصوره. او مثلا عايز اسال سؤال يعني انت مثلا بعت لي سؤال، خدت الصدمه بجد. انا هرد عليك، ادي لك الاجابه، بعمل لك رياكت بس كده. انا هرد، مش هنقعد بقى نحكي. بس مش بقعد ساعه طيب عشان ابعت لايك. نحرق ما تهبطش، نكتر. تكتر. لو واحد مثلا بيتكلم معاك اقول له انطر بقى يا بقى يعني دلوقتي زاد عليها حاجه بقت هي جمله غريبه شويه. انا مكسوف ولا لا ما تكسفش يا حبيبي، احنا زي ابوك وعمك، ما تكسفش. انطر دي ما بقتش لوحدها، بقت انطر قبلكاش. قبلكاش. طب ليه مكسوف يا حبيبي؟ القبلكاش ده خشب طبيعي. ما هو انا مش عارف ايه اللي جاب القبلكاش للموضوع. بس هي بقت انطر قبلكاش. هو انا اعتقد ان في حد بيصحى من النوم بدري في يوم، واخد بالك، ويكون مثلا مش نام كويس، فبيكتشف هو انا بحاول اظبط لك الفوكاب يعني. فيروح صاحي يظبط لك الفوكاب. فيروح صاحي فاهم، بيبقى لسانه تقيل. بيبتدي اسمها يعني الكلمه اللي بتيجي اصلا بتبقى لغه جديده. يعني الحركه دي بتاعت لسه اسمها مترمل. دي مترمل يعني دخل فوق رمل. لا بتريل. دخل فوقها بترل بالغلط. بص محدش يعتبر فتره ودخلت رمضان. وده يعتبر هو راحوا للاباتريل. انا بس احنا حط الله كده بالحاجات دي. حط الله بلسانه تقيل يبقى مترمل. مفيش. لا واللي يبقى مصرصر والحاجات دي لا الصراصير خلاص بطلت الكلام ده كده مبقاش موجود ازاي. هي سيتويشن شيب بقى انتوا تقعدوا بقى يعني فليرتايه رايحه فليرتايه راجعه. الكلام ده كله انت فاهمني وكده فاهمك تمام. فليرتايه رايحه فليرتايه راجعه. وبعدين بقى فليرتايه ارفع له اول مكالمه. ترفع له
دي اول مكالمه ما بيننا وبين بعض. نشوف الدنيا ايه، هل دي المرحله الثانيه بقى، هل انت يعني انا حاسس ان انا قاعد قدام الليمبي في فيلم الناظر. خلي بالك دي فلوس انا بقى يعني انت متخيل راحت فلوسك يا صاحبي، فلوسك حلال، فلوسي فلوسك حلال، راحت فلوسك يا صدقني حبيبي. حلال كله، ما تقلقش. خلينا نعدي بعد عدينا سيتويشن شيب، والله لقينا سيتويشن شيب لذيذه والموضوع مش متكسك. مش متكسك يعني لقينا الدنيا مش يعني متكسكه، مش واخد تاكسي رايح تاكسي جاي ما وبتاع. تخطفش، ما واضحه. انت بيع تليفونك مش بتكسك علاقه غير سامه، غير بيعوا سامة. علاقه صحيه غير سامه. الراجل ده مودرن عنك عامه، متطور. تمام. لو الموضوع مش متكسك ده انت هتاكل حته دي حلقه. كمل اتفضل. من مين لمؤاخذة؟ لا كمل. لا انا شامم حاجه مش لا لا كويسة. لا 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 يكون في حد مفخم حاجه بس. لا ما حدش فخم حاجه، انا بس احنا مودين عندك شويه محدش يعرف يقضي على طب ايه بس انا عايز اعرف بس بعد السيتويشن شيب احنا عايزين ظابط في الحلقه دي، اقسم بالله يعني. لو طلعت كويسه، لو السيتويشن شيب انتهت كويسه، خلاص نخش بقى في الريليشن شيب وبقينا ان كوميتمنت. ان كوميتمنت. طب ان كوميتمنت ده من سن قد ايه؟ بيترتب. لا ايه دي الاسئله اللي اسف السؤال السخيف. انا بعد اذنك انا عايز اركز هنا عشان انا كده ساعتي بتجري وانا مش نافع. اولد فاشن. انا اسف اولد فاشن. انا نسال يعني حدود العلاقه، سيبك من سن ايه دي خلاص. احنا بنسال حدود بقى الكوميتمنت ده ايه؟ تتكلم عن الليميتس يعني اللي بتكلم ليميتس. طيب من حيث يعني اشرح يعني عايزك تترجم لي. يعني انتوا مرتبطين دلوقتي في بقى، ما تكلمنيش على ما تسلميش على عماد بيسيش مش عارف ايه وكده كده ولا ايه؟ وانت ما انت ولا انت مطري؟ لا امتر لا ما بنعملش احنا الحاجات دي. فصلك غريب قوي. مفيش الكلام ده. لا ما بقتش بتتقال كده بالمناسبه، بقت اسمها مشغل الاوروبي ولا لا؟ مشغل انت كده لا، لكن انت كده دلوقتي اعوذ بالله اللي في بالي. هو بس شايف الجيل رايح فين، رايح في حته مش كويس. في بالي أيوة هو بس انت طبعا طب كويس والله ان عندكم فرق بين الاوروبي مفيش حد فينا العرب. النبي كويس. لا الاوروبي ما بيشتغلش عندنا. انت اللي هو يعني احنا بالكتير قوي احنا جروب مثلا، كلنا جروب شباب مع بعض عادي، بس اللي هو يعني في حدود، مفيش هات وخد كتير يعني. فاهم ازاي؟ انت فاهمني؟ انا فاهمك. انت المهم هو اللي فاهمني. فاهمك. انا ما انت متابع يعني مفيش فاهم، مفيش يعني ما يبقاش معاها ليها هات وخد مع حد، ما يبقاش ليها حكايه مع حد. فاهم كده حكايه مع حد. الحكايه دي يعني انا فاهم في حكايتي. هو يعني مش لا حوار. لا حكايه مش في حوار. لا حكايه. حوار انت ابتديت تمشي كويس. حوار شغاله يعني. حوار لسه شغال لحد دلوقتي. يعني مفيش بيرسونال ديتيلز مع حد تاني غيري انا. لا طب ولا في بيست فريند ولا في شفت مفيش حاجه اسمها بيست. البيست حاجه اسمها بيستي ده. البيستي ده ده كان زمان قبل ما اكون انا ان اوكي بالظبط. لما ابقى انا اوت تبقى في بقى بيستي بالظبط. اول ما انا يعني انا بمحضر خلاص. لما احضر بسم الله الرحمن الرحيم. لما يحضر كله يختفي. الكلام ده برضو انتوا بتاخدوه من ولا الراب اللي بتحطوه فيه؟ لازم هو الراب، بس هي لغة شارع فطبيعي يعني احنا قاعدين في عمل ازاي قال لك كده على طول. خلي بالك انا كمان جاي لابس اوفر سايزد وشورت وبتاع علشان ده لبس الشارع. اوكي ده اللبس حسيت انت في الشارع في الحر على طول، وعلى طول خارج ورايح جاي وبتاع، حبيبي تلبس حاجة مريحة بقى يا عم. المريح نص الكلام بتاعكم بتاع الراب الجديد والتراب والحاجة ما بنفهموه. طب بلاش دي. انت طب هقول لك على حاجه. انت مشكلتك انك مش فاهم الجمله اللي بتتقال في تراك راب. طيب تعال نقول ان انا عايز ابعت جمله مثلا من اغنيه لصاحبتي، اوكي، وهرجع للفن الذهبي يعني انتوا دلوقتي في ريليشن شيب. احنا دلوقتي في ريليشن شيب، مش سيتويشن دي يعني تخصني، يعني مش حد يحضر غيري، مفيش حد حاضر غيري. سيتويشن يعني تخصني. اوكي فاهم ازاي؟ يعني في بس برضو ايه ممكن اخلع. فاهم ازاي؟ دخل في ريليشن ايه بس لا كله على نور اهو. في السيتويشن ممكن يخلع، لكن طالما دخل في هي فاهمه ان احنا في سيتويشن فاخلع براحتي. لسه بنجرب لسه يعني بنشطبط كده. فاهم انت اللغه جو نجارين. ما اعمل ايه طيب؟ انا مش عارف. حاول اقفل. انتوا بتبعتوا ايه بقى وبتقولوا ايه؟ مروان موسى بقى، بابلو بتاع، يعني بتبعت حاجات من طبعا بس اغنيه 3 دقايق حلوه كده وفيها كلام جديد. بتقولي بقى يعني زي ايه؟ زي يعني ايه الجمله؟ ايه الجمله الشعريه بتاعت الحاجه بقى اللي تجيب من الاخر، تخلص مع الحته، لا مؤاخذه انا اسف. بتاعت موسى سام مثلا. تعرف موسى سام؟
نجم اسماعيليه. ايوه ده الفنان ده. ايوه يا ابني. موسى سام مثلا ايه يا ابني الاسماعيليه مانجا وموسى سام معروف. قول. ما علينا. موسى سام مثلا يقول لك ايه، طالعه من عيني ومش عايزك للناس، يعني لو انا عايزك ليا انا بس مش عايز حد تاني. ما على محضر خلاص. طالعه من عيني ومش عايزك للناس وانت فوق الخيال كده، حاجات حاجات حلوه والله، معاني كويسه. ده عشق كده. ده يعني كده في الريليشن مش في السيتويشن. كده في الريليشن. احنا كده في الريليشن. لا سيتويشن حاجه تانية. سيتويشن يبقى تراك حب خناق بتاع مروان موسى، تمام. بيقول إيه؟ موسى بقى بيقول لها هي البنت بتقول له بقول لك ايه ما تثبتنيش، فبيقول لها خلاص براحتك ما تصدقيش. يعني هو بيفليرت، يعني هي مش مصدقه، بيرمي يقول لها خلاص براحتك. لا هو بيفليرت. لا صدته. يبقى نوضح بقى، هو بيودي، هي مش مصدقه شايفاه بيحور. لا خلاص براحتك ما تصدقيش بقى، شوفي انت جاي معاكي بايه، خلاص فاهم. اوكي انت فاهم. فده كده، وما ينفعش ان انا ابقى في ريليشن اروح باعت اروح اودي في حته ثانيه عم بابلو ولا لا ما انت لو بعت بتاعت مروان موسى دي للبنت بتاعت الريليشن شيب انت كده تبقى بوظت الليله، كده تتقفش، لان علي كده في حاجه مش مظبوطه. يعني نكمل نعيش معاكم ولا متضايقين مننا؟ ما انا قلت لك انتوا مواليد كام؟ مالكش دعوه. يعني بص، انا كان في قبل الميلاد ولا بعده؟ السؤال ماشي، انا كلامنا حسابنا في البيت. هو السؤال بطريقه اخرى يعني حسابنا في البيت دي. خافش يا حبيبي. السؤال بطريقه اخرى يعني علي، انتوا بتناموا مستريحين بالليل؟ يعني انتوا كجيل بتناموا مستريحين؟ طبعا نايم مستريح، انا لخصت كل الكلام، قلت كل حاجه. هل الجيل ده بينام مستريح بالليل ضميره صاحي عادي؟ فخلاص عايزيننا معاك، شايفين لينا لازمه سنه لو من غير كلام كتير ماشي، ما نهبطش وما نهريش، ما تهريش، ما تحرقش، ما تكتروش، ما تحرقش. يعني ما تكتروش، دي اهم حاجه. انا نقيت ما تكتروش بالذات لانها انا شكرا. سلام. يلا حبيبي اشوفك في البيت بقى، شوف هيحصل لا الاستوديو بره. لا مع السلامه.